I think soon I get impeached. السفارات الإيرانية تحول السخرية إلى سلاح فعال ضد الولايات المتحدة ورئيسها المتعجرف. بينما تتصاعد المواجهة العسكرية بين إيران وأمريكا ويتبادل الطرفان خطابات التهديد، اختارت طهران فتح جبهة موازية في الفضاء الرقمي تعتمد على السخرية والتهكم كأداة للتأثير في محاولة للوصول إلى جمهور أوسع. عندما طالب ترامب بفتح مضيق هرمز الذي تتحكم به إيران مستخدما ألفاظا نابية، جاء الرد ساخرا من سفارات طهران: جهود ترامب لفتح مضيق هرمز. قال حكيم ذات مرة: افتح المضيق أو سأقوم بعمل قهوة. شكرا لك على اهتمامك بهذا الأمر. ليست لعبة يا ولد.